على الرغم من ان الجيش بتاعنا الحمد لله ما خذلناش في اي موقف احتاجناه فيه، وفي كل الاوقات كان حاضر، الا انه كان في بعض المنبطحين اللي مصر عامله لهم ازمه نفسيه كانوا دايما بيحاولوا يقللوا منه، ويجي واحد فيهم يقول لك الجيش بيعمل مكرونه وكحك وما بيقدرش يصنع رصاصه، وشوف خايفين من مين ومش قادرين يفتحوا ايه والكلام الخايب ده. وتيجي بقى وانت بتتفرج على ايدكس وتشوف العظمه اللي الجيش عاملها، بتسمع صوت صرصور الحقل واخواننا دول بيختفوا. خلال النسخه الثالثه من معرض ايدكس القوات المسلحه كشفت عن اسلحه جديده متطوره اتصنعت بايادي مصريه 100%. سمعت القوات المسلحه كشفت عن ايه؟ اسلحه جديده ومتطوره ومصنوعه بايه؟ بايد مصريه. فخليني اقول لك كده بسرعه اللي اعلنت عنه. خد عندك، مصر كشفت عن اول راجمه صواريخ اللي هي رعد 200، ودي بقى يا سيدي فيها منظومه تحكم بتخلي قائدها يطلق الصواريخ بشكل الكتروني مش يدوي، وكابينه راجم الصواريخ بتشيل 30 صاروخ بمسافه اطلاق من 20 ل 45 كيلومتر. وكمان تم تدشين الفرقاطه البحريه المصريه الجبار طراز ميكو ام 200، والفرقاطه دي امكاناتها جباره زي اسمها لانها متزوده بمنظومات تسليح حديثه جدا، وفيها كمان قاربين خفيفين للقوات الخاصه وامكانيه حمل طيارتين هليكوبتر. وبرده كان في حاجه ثانيه مهمه وانا بعتبرها طفره، وهي الدرونز او الطيارات المسيره. ومن بين الطيارات دي كانت الطياره 30 يونيو، وهي طياره استطلاع بمنظومه مراقبه كهرومغناطيسيه بتخليها تصور ليلي ونهاري، وبتقدر تفضل في الجو 14 ساعه. وكان في اختها الطائره 6 اكتوبر، وهي النسخه المطوره من 30 يونيو، ودي اقصى سرعه عليها 260 كيلو متر في الساعه، وتفضل طايره في الجو 30 ساعه. هو الموضوع خلص كده؟ لا طبعا. وبرده كان في الطائرات الهدفيه طابا 1 وطابا 2، ودي بتستخدمها قوات الدفاع الجوي بسبب قدرتها على اكتشاف وتتبع الاهداف الجويه. وبرده ما كانش لازم ننسى الذخائر الجويه حافظ، اللي هي قنابل حره تقدر تخترق الخرسانه المسلحه. وكان في كمان جهاز الكشف الاشعاعي المصري الجديد، ومجموعه من المركبات المدرعه. فهنا بقى خلاصه الموضوع، جيشنا جيش قوي وقادر يحمي مصر ومصالحها، وهو عمره لا اثر ولا هيأثر في اداء مهامه. وبالنسبه بقى للمكرونه والمزارع بتاعته، فدي من ضمن جهوده في الحفاظ على الامن الغذائي في البلد. وسيادتك لو تفتكر لما الاسعار بتزيد او بيحصل مشكله في منتج او سلعه معينه، بتطلع تجري على المنافذ بتاعته علشان تشتري الحاجه اللي التجار مخبيينها عندهم او مزودين سعرها. سلام.